من جديد يسعد صباحكم مستمعينا عبر الموجة 103.5 وأكيد كل اللي عم يتابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك عبر البث المباشر بوير عربي. رجعنا لنكمل فقرات عطر الصباح، وفقرتنا هلا هي الفقرة الحوارية. طبعا أصدر الشاب أياز زكي حجي من مدينة سريكانية كتابه الذي يحمل عنوان جنتي قبل أيام خلال حفل توقيع أقيم في صالة زانا في قامشلو. ضمن فقرتنا الحوارية استضفنا أو رح نستضيف الكاتب الشاب أياز زكي حجي في الاستوديو. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا نسي. بس إذا بنقرب شوي المايك. تمام. طبعا بالبداية لو نتحدث عن مضمون الكتاب، ما هي المحاور والقصص الأساسية التي يتناوله؟ أول شيء بتشكر راديو بوير على الاستضافة. مضمون الكتاب، أول صفحة ثاني صفحة هي المحطات الأساسية عن تاريخ السريكانية. المحطة الثانية هي عن شخصيات سريكانية، شخصيات ذات الدور الفعال واللي قدموا خدمات فعالة للبلد دون مقابل. والمحطة الثالثة بالكتاب هي عن ذكرياتي بسريكانية أثناء الحرب ضمن عملي في المشفى. ما الذي دفعكم لإصدار هذا الكتاب، وما هي رسالتكم؟ الكتاب هو مشروعي، كان بالبداية من 2018. هو توثيق لجهود لتلك الأشخاص لجهودهم في من المدينة لحفظها من الضياع. عملته على إنشائها من 2018، لكن النسخة الأساسية ضاعت بالمدينة أثناء احتلال المدينة من قبل الاحتلال التركي بتاريخ 19/10/2019. اضطررت لكتابتها من جديد في مدينة قامشلو. أصبح الهدف الأساسي هي توثيق عمل تلك الأشخاص، لأن المدينة الآن تعاني من تغيير ديموغرافي صحيح. نتيجة الاحتلال التركي، ولحفظ حفظ عملهم من الضياع، ولتكون كتاب يفيد الأجيال القادمة للتعرف على تلك الأشخاص الذين أعطوا للمدينة خدمات فعالة ودون مقابل. هل كان كتاب جنتي هو نتاجكم الأول؟ بداية كان عندي كتير أعمال، بس ما كنت أنشرها على الإنترنت. لكن جنتي كان هو الإصدار الأول والإنتاج الأول، وإن شاء الله راح يكون الإصدار الأول بهذا المجال، وفي لسه أعمال كتيرة إن شاء الله. رح نتحدث عن هذا الموضوع أكثر، لكن خلينا نتوقف شوي مع فصل صغير ومنرجع. أياز، كنا عم نحكي إنه في عندك نتاجات تانية غير هذا الكتاب. هلأ رح نتوسع أكثر بهذا الموضوع، لكن كم استغرقت مدة الكتابة لديكم، ومتى بدأتم بالكتابة فيه لهذا الكتاب بالذات؟ الكتابة مثل ما قلت لك 2018، 1/7 بلشت فيه، ل1/9 خلصته. شهرين استغرق معي لحتى شفت الأشخاص اللي كانوا على قيد الحياة، قابلتهم شخصيا، واللي توفوا قابلت أحد من عائلتهم أو أبنائهم. لكن مثل ما قلت لك النسخة الأساسية ضاعت براس العين، استغرق معي سنة ونص تقريبا. وتقريبا قابلتهم تقريبا ربع الأشخاص توفوا كانوا. تأخرت شوي بطباعتها، لكن المفروض كانت تخلص من 2019. طيب هلا أنت كنت عم تذكر لي من البداية أنه طبعا مثل ما أنا كمان شفت أنه هذا الكتاب فيه أسماء وبعض الشخصيات المعروفة بمدينة سريكانية. طيب ليش ذكرت هدول الأسماء بالذات، وليش اخترت أنه هدول الأشخاص؟ أنت كنت عم تقول أنه هدول الأشخاص قدموا مثلا في أحدهم مكتوب مد يد العون في إنجاز هذا العمل. ليش تم اختيارك لهدول الأسماء بالذات، وشو قدموا لك؟
هدول أو الأشخاص قدموا لك أو قدموا بشكل عام؟ هدول الأشخاص ما قدموا لي بالذات، قدموا أها. لكل أبناء البلد. اهم. أنا شفت اللي شفته بعيني، هدول الأشخاص اللي يمكن اهم. في أشخاص فعاليين وما راح نضيع تعبهم. اهم. بس اللي شفتهم قدام عيني واللي خدموا البلد كتير هدول اهم. الأشخاص. وهدول الأشخاص مو بمجال واحد، في مثقفين، في فنانين، في أشخاص حتى شاركوا بالسلم الأهلي، صحيح، شُفت هذا شخصيات الموضوع. غير دارسة لكن عملها تفوق كثير، وساعدت في حل مشاكل أهل راس عين اهم. وخاصة بين المكونات. وفي شخصيات ساعدت كتير، مثلا نفترض فنانين وشعراء اهم. مثقفين، اهم. مثل ما ذكرت أشخاص السلم الأهلي هدول لعبوا دور كبير اهم. أثناء الأحداث اللي صارت براس العين، من كانت تعاني نتيجة الفلتان الأمني. اهم. لننتقل شوي على حفل توقيع مم. الكتاب. برعاية من أقيم حفل توقيع الكتاب، وكم نسخة طُبعت ووزعت على الحاضرين؟ الرعاية الشخصية ما كانت في أول شيء، اهم. لكن اجتني بعض مثل أنا ريع الكتاب نزلته مشان ألم تبرعات لأهالينا في المخيمات، لكن أنا اهم. شخصيا ما استفاد ولا أبيع الكتاب، إهداء إنما. رعاية كلها مني، لكن بعض الأصدقاء ونسبة قليلة أعطوني شيء، تحملوا شيء صغير من التكاليف. تكاليف الحفل. تكاليف الكتاب، طباعة كتاب أها. فقط. اهم. الحفلة والمصاريف تانية أنا تحملتها. اهم. م. والتبرعات اللي إجت راح ألمهم رح تروح وأوزعهم على أهلنا في أهل في المخيمات. المخيمات، أهل سريكانية إيه. الذين نزحوا في المخيمات. أين طُبع الكتاب؟ وهل تمت مراجعته؟ وهل هناك جهات داعمة لكم؟ الكتاب طبعا كان يوجد مدقق الكتاب لغويا، اهم. وأستاذ إبراهيم شاكر، اهم. ببعث له تحية. وأنا آه، أيضًا. تعب معي كتير، خاصة إنه الأخطاء الإملائية كانت كتيرة أول شي، اهم. بعدها جهات رسمية ما كان في، إنما والطباعة من مطبعة إيلا اهم. كلها كانت شخصية، ولكن اهم. جهات رسمية لا، ما ما في. حدا. لا، كلها كانت شخصية. طيب، ما هي الصعوبات التي واجهتكم خلال الكتابة والطباعة أيعز؟ الصعوبات مثل ما قلت لك، الصعوبات إنه ضاعت نسختي الأصلية براس العين. اهم. تعبت كثير لحتى جمعت المعلومات من الأشخاص من اللي توفوا، من أبنائهم أو أقاربهم. هاي الصعوبة. والصعوبة الثانية تكاليف الكتاب هالوقت، يعني إذا بدك اهم. تطبع كتاب صحيح، بده. وخاصة أنا مثل ماني شايفة يعني حتى غلافه كتير من النوع الممتاز يعني. التكاليف صايرة كتير باظت الزمن، مم. ثمن لأنه كلها صايرة على الدولار تقريبا، مهم. والحمد لله خلصناها. إيه، الحمد لله. الحمد لله. وألف مبروك كمان. يبارك فيك. طيب، ما هي مشاريعكم القادمة وعن ماذا ستكتبون؟ حاليا في مشاريع كتيرة، بس مهم. انه ما فيك تسمي ايش اللي المعنى بدك المطلوب، تكتبه. بس تقريبا طيب، راح تكون، اكسكلوزيف بس لنا لبوير، يعني خاص لبوير، شو الموضوع اللي تقريبا بدك؟ راح تكون كمان عن سريكانية. أكيد آه، طبعا. طبعا. واتوقع الكتاب الجاي راح يكون عن تاريخ مهم. سريكانية مهم. وتاريخ المكونات الموجودة المكونات ايه. الموجودة مم. بسريكانية. كلمة أخيرة لك أياز. كلمة أخيرة، بتمنى هالكتاب الأشخاص اللي فيها ترجع لسريكانية وتشتغل من أول وجديد لخدمة أهل البلد، مهم. وتعطي كمان وتستمر بالعطاء هي واللي جاية بعدها مهم. لأهل البلد بدون مقابل. مهم. وإن شاء الله الكتاب الثاني راح نكون بسريكانية، إن شاء الله، إن شاء ونحيي الله، حفلته. ونحيي كمان حفلته حفل إيه، توقيع الكتاب إن شاء الله. الثاني إن شاء الله بصالات سريكانية إن شاء الله. وبترجع كل الأماكن المحتلة. شكرا كتير لوجودك شكركم. أياز حجي، الشاب الكاتب أياز زكي حجي، لوجودك معنا بالاستوديو. وألف مبروك بارك لإصدار فيكي وشكرا كتابك لكم. جنتي. إن شاء الله يا رب على طول مزيد من التألق والنجاح. لهون بنتوقف مستمعينا ومتابعينا، رح نكمل بفقرات عطر الصباح بعد الفاصل.